النهاردة يا جماعة هنجيب لكم ترتيب حصري لمقاتلات سلاح الجو البرازيلي. هنجيب لكم من أضعف مقاتلة، وهنجيب لكم برضو أقوى مقاتلة في سلاح الجو البرازيلي. وقبل ما نبدأ متنسوش اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. في المركز الرابع A10 سوبر توكانو. المقاتلة دي يا جماعة دخلت الخدمة سنة 2003، والبرازيل بتستخدمها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ودعم جو خفيف وتدريب الطيارين. وعدد المقاتلات دي في البرازيل 86 مقاتلة. وعقيدة برضو البرازيل من ناحية المقاتلة دي إن هي تكون منخفضة التكلفة في بيئات قليلة التهديد، وأقوى سلاحين فيها مدافع رشاشات داخلية وقنابل وصواريخ خفيفة. في المركز الثالث A1M AMX. المقاتلة دي يا جماعة دخلت سنة 1989، وعددها 24 طيارة في الخدمة. والبرازيل تستخدم المقاتلة دي في دعم جوي قريب وضرب أهداف أرضية ودعم قوات برية واستطلاع تكتيكي. والمقاتلة ديت كانت تستخدمها البرازيل في الفئة الهجومية قبل دخول مقاتلة سام جبريل. وعقيدة البرازيل من ناحية المقاتلة دي إن هي تكون خفيفة الضغط على المنصات الأكبر، وتوفير قدرة هجومية جو أرض قبل اكتمال جبريل. ومن المتوقع خروجها قريب، وأقوى سلاحين فيها قنابل موجهة وغير موجهة وصواريخ جو أرض خفيفة. في المركز الثاني F5 تايجر. المقاتلة دي يا جماعة دخلت الخدمة في البرازيل سنة 1975، والبرازيل بتستخدمها في دفاع جوي قريب وتدريب قتالي متقدم ومهام سنوية جو أرض. وعقيدة البرازيل من ناحيتها إن هي تكون جسر حتى انتشار مقاتلة جبريل بالكامل. وأقوى أسلحتها أو أقوى السلاحين فيها صاروخ جو قصير المدى وقنابل جو أرض خفيفة. وعددها في البرازيل 42 مقاتلة. في المركز الأول سام جبريل. عددها في البرازيل 11 مقاتلة من أصل 36 مخطط لها. والمقاتلة دي دخلت الخدمة سنة 2022، وهي أحدث مقاتلة دخلت الخدمة في البرازيل. والبرازيل يا جماعة بتستخدمها في اعتراض جوي وهجوم دقيق جو أرض واستطلاع وجمع معلومات والتكامل شبكي مع منصات تانية. والمقاتلة دي نقدر نعتبرها ان هي العمود القتالي الجديد الحديث لسلاح الجو البرازيلي. وعقيدة البرازيل من ناحية المقاتلة دي ان هي تكون نهج طيران قتالي متقدم وشبكي، والدفاع عن السماء البرازيلية لمسافات بعيدة، وقتال جوي مع انذارات بعيدة المدى وضربات دقيقة على أهداف استراتيجية. وأهم وأقوى سلاحين فيها صاروخ جو بعيد المدى وصواريخ جيش جو أرضية موجهة دقيقة جدا.